السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار كتير منتشرة على السوشيال ميديا الزملكاوية، ودي الغريب بالنسبة لي إنها منتشرة على السوشيال ميديا الزملكاوية، وهو خبر من أهم الحاجات اللي أنا مستغربها جدا، خبر اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا. وخبر اعتزال شيكابالا لما بيطلع من السوشيال ميديا الزملكاويه بتبقى بالنسبه لي علامه استفهام غريبه جدا جدا جدا، وده اللي انا طالع اوضحه للناس عشان خاطر تبقى الناس فاهمه والموضوع ده يتقفل وما يتفتحش. وكمان عندي موضوع تاني خاص بطارق حامد برضه منتشر على السوشيال ميديا الزملكاويه، برضه طالعين نوضح الصوره فيه، وهو خبر استدعاء او عوده طارق حامد من السعوديه واللعب مره اخرى بالزمالك. ومفاجاه ان في حارس مرمى زملكاوي سوف ينتقل الى او بيفكر في النادي الاهلي ان هو يتعاقد معاه في الفتره القادمه، وده برضو من الاخبار اللي ممكن تبقى محدش لسه عارف عنها حاجه، وهيبقى خبر ممكن يبقى هيظهر على الساحه الفتره الجايه، واحنا بنقوله لكم مسبقا في دلوقتي او من بدري اهو، من قبل اي حد ومن قبل اي حد يتكلم فيه خالص، لان في كلام كتير جدا داخل النادي الاهلي ان عايزين حارس مرمى كبير مع احمد الشناوي يبقى موجود في الفتره القادمه، وفي 2 مرشحين الانتقال للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه من حراس مرمى اللي كانوا داخل نادي الزمالك قبل كده. نخش على طول في شيكابالا كان مستني يتم استدعائه لرحله الزمالك الى الجزائر طالما في طائره خاصه، ويبقى موجود بصفته كابتن للفريق، لان زي ما انتم فاهمين المباراه دي محتاجه لم الشمل، وده ما حصلش، ويمكن ده امر الى حد ما زعل شيكابالا بشويه. وشيكابالا كان ناوي يسافر بعد ما سافرت الفرقه الى الجزائر، كان ناوي يسافر اسوان يتدرب في جيم هناك ويجهز، وفي نفس الوقت يخرج شويه من الحاله النفسيه السيئه اللي بيمر بيها في الفتره دي بسبب مرضه. ولكن شيكابالا تراجع في الساعات الاخيره، لانه حس انه من الافضل يكمل راحه سلبيه لحد ما يتحسن صحيا، عشان خاطر لانه لسه تعبان، وكان بيتمنى ان هو يسافر مع الفريق، لان برضه خدوا بالكم شيكابالا لعيب كبير وكابتن فرقه. طبعا عنده بيمر بظروف مرضيه، ممكن يكون حالته الصحيه مش احسن حاجه، انما هو كان بيتمنى ان هو يبقى موجود مع الفرقه في الفتره دي، خاصه في لقاء الجزائر اللي بيحاول بيه يجمع اللعيبه وبيحاول يشرح لهم، لان شيكابالا اكتر عرضه للقاءات الصعبه دي ومر بالظروف دي كلها، وكان ممكن ينقل خبراته الكبيره للعيبه في الفتره او في الماتش ده بالذات، لان محتاجين خبرات شيكابالا في مباراه زي دي او في لقاء زي ده، وكان مهم تواجد شيكابالا مع الفرقه. انما في الاخر شيكابالا ما سافرش، وشيكابالا برضه حتى ما سافرش اسوان، على الرغم ان ده المكان الجميل اللي بيحب يقعد فيه شيكابالا لما يكون متضايق او زعلان عشان يخرج من الحاله النفسيه. وبالنسبه للاعتزال انا بقول لكم ان شيكابالا ما عندوش اي نيه للاعتزال خالص، ومكمل في نادي الزمالك ممكن لسنه و2 تاني او 3 تاني، ومكمل في المستطيل الاخضر لسنوات قادمه، وده اللي بيفكر فيه شيكابالا، وده الجو اللي هو عايزه او فكره او بيفكر في ايه. شيكابالا اعتزال مفيش الكلام ده. فاتمنى من جروبات الزمالك ما تستعجلش الكلام ده على شيكابالا. وجود شيكابالا داخل الفرقه في الفتره اللي جايه مهم جدا، ان يبقى في قائد وفي لعيب كبير يقدر يجمع الفرقه ويقدر يتكلم معاهم في الاوقات الصعبه، حتى لو فرص لعبه مش كبيره. مش كل ما يبقى عندنا قائد او نجم كبير يقدر يسيطر على غرفه الملابس واللعيبه كلها بتحبه نقصيه او نبطله كره، او حتى احنا كجمهور نبطله كره حتى لو مش هيلعب. واعتقد ان شيكابالا لما ما بيلعبش الفتره الاخيره ما بيعملش مشاكل وما بيخشش في مشاكل هو وزمايله، يبقى موضوع شيكابالا منتهي في فكره الاعتزال او فكره ان هو بيفكر في الاعتزال. شيكابالا مكمل
في المستطيل الاخضر لمده قادمه، والمده دي كمان مش مده قليله، ممكن تبقى بيفكر ان هو اكتر من كده، ان هو يقعد مده كبيره بدون او في داخل المستطيل الاخضر. كمان في موضوع انتشر تاني، ونخش على موضوع طارق حامد ممكن يرجع الزمالك مع نهايه الموسم الحالي. وليه الحقيقه عشان برضو الناس ما تتكلمش وخلاص. طارق حامد بياخد مبلغ كبير قوي في السعوديه، ورقم كبير جدا جدا، وماشي كويس جدا في اتحاد جده، واوريدي كمان نادي الزمالك ما حصلش اي تواصل بين طارق حامد والزمالك من وقت انضمامه لاتحاد جده. يعني الموضوع بالنسبه لطارق حامد ونادي الزمالك بعيد كل البعد عن الاتصالات، وبعيد كل البعد عن اي حاجه خاصه بالتواصل حتى بين طارق حامد واداره الزمالك، او ممكن يكون طارق حامد متواصل مع زمايله طبعا، ودي حاجه طبيعيه جدا لانه قضى معاهم وقت كبير جدا بتعدي 6-7 سنين او 5 سنين، ممكن تكون في تواصل بينه وبين زمايله. انما تواصل بين طارق حامد واي حد من الاداره من بعد انتقاله لاتحاد جده، الكلام ده مش موجود وملوش اي اساس من الصحه، عشان بس ما حدش يتكلم فيه تاني ومحدش يفتحه تاني. والموضوع ده اوريدي مش مفتوح للنقاش داخل نادي الزمالك ولا حتى داخل دماغ طارق حامد نفسه. الموضوع ده مش موجود، ما فيهوش اي اساس من الصحه. نيجي بقى الحاجه المهمه جدا اللي هي برضو ما بتخصش نادي الزمالك، بتخص النادي الاهلي. في الفتره الاخيره يمكن مستوى محمد الشناوي مش احسن حاجه مع النادي الاهلي، واني بيمر بظروف في مستواه مش احسن حاجه، ويمكن خساره الخمسه في صن داونز اثرت، وهجمته وجمهور الاهلي هاجمه بشكل كبير جدا، وان حصل كلام ان ممكن يريح الفتره الجايه، الشناوي مش هيبقى موجود، الشناوي لا، من لازم النادي الاهلي يدور على حارس مرمى تاني، النادي الاهلي بيفكر يجيب حارس مرمى كبير، النادي الاهلي كل الكلام ده منتشر، وكل الكلام ده محدش اتكلم فيه، بس انا بقول لكم او الناس اتكلمت فيه كتير جدا، بس الفكر داخل النادي الاهلي ان هم فعلا يجيبوا حارس مرمى تاني. المشكله بقى ان الحارس مرمى ده منهم 2 اللي بيفكر فيهم النادي الاهلي ان هو يجيبهم، واحد منهم او الاثنين لعبوا داخل نادي الزمالك، واحد منهم هو احمد الشناوي لاعب بيراميدز اللي بيلعب مع بيراميدز بقاله من ساعه ما مشي من الزمالك، ومستمر في اللعب مع بيراميدز، وبيفكر فيه النادي الاهلي بقوه ان هو يعني يجيبه في الفتره الجايه او يتعاقد مع النادي الاهلي في الفتره القادمه. الحل الثاني، وقبل ما نقول الحل الثاني هنقول ليه احمد الشناوي يمكن هو الاكثر موهبه من حراس المرمى اللي موجودين في مصر، عنده مشاكل بس اللي هو حته الضغوطات، لما بيتعرض لضغوطات ممكن بيغلط غلطات مش غلطات جون كبير، على الرغم ان هو الاكثر موهبه من الحراس اللي انا شفتهم في الفتره الاخيره. انما النادي الاهلي بيفكر ان هو يتعاقد مع الشناوي. الحارس الثاني اللي بيفكر النادي الاهلي ان هو يجيبه هو محمد ابو جبل، ومحمد ابو جبل من الحراس اللي لعبوا داخل نادي الزمالك برضه، وبيفكر فيه النادي الاهلي بقوه في الفتره القادمه فكرهم ان هم برضه ابو جبل لعيب دولي ولعب قبل كده، وممكن مشي من الزمالك بسبب ان هو ما خلصش عقده مع نادي الزمالك، وان هو او ما مضاش مع نادي الزمالك، ونادي الزمالك خد قرار بعدم التجديد لمحمد ابو جبل وراح البنك الاهلي، ويمكن برضه مستواه لحد دلوقتي ما وصلش للمستوى اللي هو ممكن منتظر منه مع نادي البنك الاهلي. انما النادي الاهلي بيفكر برضه في محمد ابو جبل. يبقى الحارسين الاثنين اللي كانوا بيلعبوا داخل نادي الزمالك بيفكر النادي الاهلي بقوه ان هو يتعاقد معاهم في الفتره القادمه من اجل تدعيم مركز حراسه المرمى. انما هيتم المواضيع دي كلها دي حسب الاتفاقات اللي هتحصل ما بين اللعيبه دي والنادي الاهلي. في مفاوضات، هتبتدي المفاوضات في الفتره او ابتدت اوريدي المفاوضات بينهم وبين النادي الاهلي في من فتره قريبه. وصلت لايه؟ هتوصل لايه؟ ان شاء الله باذن الله نقول لكم كل الاخبار دي في خلال الفتره القادمه.